وعلشان الكريسماس وعلشان السنة الجديدة حابة قبل أي حاجة أقولكم كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بمقادير كيك واحدة هنعمل حاجتين حلوين أوي. أول حاجة هنعملها في فيديو النهاردة وهي كيك الفراولة بالجيلي. الحلقة الجاية هنعمل فيها كيك اللوتس، ولكن الاتنين هيتعملوا بمقادير كيك واحد، يعني هنراضي الطرفين، هنراضي أطفالنا الصغيرين واحنا كمان الكبار هنتراضى. أنا شخصيا من عشاق اللوتس، يعني بحبه في أي حاجة. اعملي لايك للفيديو، لو ما اشتركتيش في القناة نوريني واشتركي فيها، ويلا نبتدي ونقول بسم الله. اول حاجة هبتدي اجهزها وهو القالب اللي هخبز فيه الكيك بتاعي. دهنت القالب من الداخل مادة دهنية وابتديت افرش فيه ورق زبدة من تحت ومن الجناب. بعد ما ظبطت الجناب دهنتها برضو بمادة دهنية، وبكده القالب بتاعي هيكون جاهز. تاني حاجة هبتدي اجهزها وهي المقادير بتاعة الكيك. انا استخدمت النهاردة 6 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. هاخد كمان 500 جرام من دقيق الاسبونج، وعليهم كمان نص كوباية من المية. ضفت على البيض معلقة من الخل، وضفت المية وضفت الدقيق. علشان دقيق الاسبونج يكون ناجح معاكي في الخبز، بعد ما هضيف كل المكونات هشغل المضرب الكهربائي بتاعي على اول سرعة، وبعد كده بالتدريج بعد كل دقيقة هبتدي اعلي السرعة بتاعتي. يعني لو المضرب بتاعي اول سرعة او اهدى سرعة فيه 1، هخفق فيه لمدة دقيقة على 1، بعد كده في تاني دقيقة على 2، في تالت دقيقة على 3، وهكذا لحد ما اوصل لاخر سرعة. وبعد كده هبتدي اخفق فيه لمدة 10 دقايق، مش هوقف المضرب بتاعي اطلاقا لحد ما اوصل للنهاية. وده كان شكل الخليط في الاخر. الخليط بتاعي كده جاهز. هبتدي اصب الخليط بتاعي في القالب. القالب اللي انا استخدمته ده كان مقاس 26. المعروف ان ال 500 جرام بتاع الاسبونج بيتخبزوا في قالب مقاس 20، ولكن انا استخدمت النهاردة قالب كبير شوية لان مش عايزة الكيكة مرتفعة، يعني انا هقسمها على قطعتين بس. دي خطوة مهمة، وهبتدي اخبط الخليط بتاعي خبطتين كده في الصينية بحيث اطلع كل الهواء اللي في الخليط. الفرن بتاعي ساخن مسبقا على درجة حرارة 190، شبكة في النص. وقت التسوية اخد بالظبط 35 دقيقة. نقلت الكيك بتاعي، وكنت طبعا قبل كل ده اختبرته زي ما متعودين بنختبره بعصاية شيش طاووق او خلة اسنان او حرف سكينة. المهم ان اي حاجة من دول تطلع نضيفة تماما ما فيهاش اي عجين ملتصق. سبت الكيك بتاعي لتاني يوم برد تماما، يعني ممكن اخبزه بالليل واسيبه الصبح ابتدي ازينه، او العكس اخبزه الصبح وازينه بالليل. المهم ان هو يبرد تماما تماما. ابتديت اقطع الوش او اتخلص من الوش بتاع الكيك علشان تكون متساوية معايا في التزيين. قسمت الكيكة لقطعتين زي ما قلت لكم. انا محتاجة الكيك ارتفاعها ما يكونش عالي قوي. الكيك بتاعي كده جاهز وهبتدي في التزيين. هبتدي اجهز الكريم شانتيه، وضفت 125 جرام من الكريم شانتيه. ضفت عليهم كمان 70 جرام من السكر البودر. هضيف كمان 250 جرام من المية.
انا ضفت كوباية وابتديت اضيف باقي اللبن تدريجيا، كل ما بحس ان الخليط محتاج اللبن او مية بضيف. هفضل اخفق فيه لحد ما القوام بتاعه يكون بالشكل ده، كريمي كده وتحسيه ناعم خالص، مفهوش اي تكتلات، قوامه حلو جدا سلس. وكده الكريم شانتيه بتاعي جاهز. قطعت كمان كام قطعة من الفراولة مكعبات صغيرة، ضفتها على الخليط بتاع الكريم شانتيه اللي عملته. حابة اقولك ان انت لو هتستخدمي كريم شانتيه مثلا زي دريم او الحاجات اللي بتتباع في السوبر ماركت بيكون مضاف عليها سكر. انا استخدمت الكريم شانتيه كان خام، علشان كده ضفت عليه 70 جرام من السكر. تاني حاجة هبتدي اجهزها وهي الكيك بتاعي. كنت عملت خليط التسقية، كان عبارة عن كوباية من الحليب الدافي ومعلقتين من السكر، دوبتهم كويس جدا، ضفتهم على الكيك بتاعي بعد ما حطيته في القالب. ده قالب قابل للفتح، مقاس 26، يعني مقاس الكيك بالظبط. ابتديت اوزع الكريم بتاعي. بعد ما وزعت الكريم اخدت شوية منهم كده ما كانش فيهم فراولة، وابتديت اغطي الفراولة خالص من فوق. تاني حاجة هبتدي اجهزها وهو الجيلي. انا استخدمت دريم، تقدري تستخدمي اي حاجة. ده باكت جيلي دريم حوالي 75 جرام. ضفت عليه نص كوباية من المية السخنة، قلبته كويس جدا لحد ما داب تماما، وضفت كمان عليه كوباية من المية الباردة. المقادير اللي مكتوبة على العبوة غير اللي انا بقولها، لكن المقادير اللي انا قلتها دي مقادير الجيلي بتاع الكيك. في الطبيعي الجيلي لما بنعمله بالمقادير اللي على العبوة بيكون خفيف كده اكتر، ده متماسك اكتر وقوامه اتقل. جبت فراولة كده وقطعتها انصاف، وابتديت اوزعها على حروف الصينية. هدخلها الفريزر لمدة نص ساعة بالظبط، انا عايزة الكريمة تكون متماسكة شوية. بعد ما خرجت من الفريزر انا كنت بضغط على الفراولة بحيث لما اصب الجيلي عليها يعني ما تعومش كده مع الجيلي. بس كده وصبيت الجيلي بتاعي وهدخلها الفريزر. لو هسيبها في الفريزر او لو مستعجلة عليها وهدخلها الفريزر بالظبط بتوقيت نص ساعة. ممكن كمان احطها في التلاجة من تحت لو انا مش مستعجلة عليها، هتاخد معايا من 3 ل 4 ساعات في التلاجة من تحت، يعني على حسب قوة تبريد التلاجة بتاعتك. بس كده وكانت خرجت من التلاجة متماسكة جدا، الجيلي بتاعها تماسك تماما. هبتدي بحرف سكينة حادة وهبتدي امشيها من على الجناب قبل ما افتح الصينية بتاعتي او قبل ما افتح القالب بتاعي. بس هحاول وانا بمشيها كده امشيها بحرص، يعني مش هطلع السكينة وهنزلها، همشيها مرة واحدة كده تاخد الدوران بتاع القالب، بس مش هطلع وانزل في السكينة علشان ما توسخليش الجيلي من فوق او ما يجيش كريم شانتيه على الجيلي من فوق، ما يلخبطش بقى كل اللي انا عملته ده. هبتدي اشيل القالب بتاعي بحرص جدا، اخد بالي كويس جدا وانا بشيل القالب بتاعي. بس كده وكانت جاهزة على التقديم. طبقات حلوة جدا جدا، الكريم شانتيه طعم السكر فيه معتدل، الجيلي كمان حلو قوي مع الكريم شانتيه مع قطع الفراولة مع الكيك اللي من تحت، يعني الميكس في النهاية طعمه حرفيا جنان. اقتصادية جدا، ولو هنشتريها من بره اكيد هيكون سعرها غالي جدا جدا.
اعمليها وفرحي ولادك، جربيها واكتبيلي في التعليقات. وطبعا ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك، ولو اول مرة تتابعيني في القناة اهلا وسهلا بيكي، نورتيني. ما تنسيش الاشتراك، واستنوني في فيديو جديد وحلقة جديدة، واشوفكم على خير يا رب.